عسلامة عسلامة، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة هايلة، وصفة بنينة برشا، قد ما هي بنينة قد ما هي سهلة. اليوم باش نعملوا البشكوتو التونسي، البشكوتو بالفاكهة، البشكوتو اللي ما يغيب على طاولة في العيد. في العيد الصغير كل عائلة تونسية عندها البشكوتو التونسي الزمني بالطريقة الزمنية، وبخيسك الناس الكل تعملوا بنفس المكونات ونفس المقادير، متشابهين، جوست اختلاف صغير ساعات تلقاه. اليوم باش نعملوه بالفاكهة كما قلت لكم. باش نعطيكم المقادير متاع كيلو فرينة، باش تعملوا كيلو فرينة. شنو ما المستلزمات متاعو؟ بالنسبه انا راني باش نعمل 2 كيلو، اما باش نعطيكم المقادير نتاع كيلو، وانا المقادير هذو ضربتهم في الاثنين. الكيلو فرينه ناخذوا عليه 300 مليلتر زيت، ما تاخذوش زيت زيتونه راهو يجي قوي برشا، اختاروا زيت نباتي باهي دو كاليتي. انا خذيت الزيت الكلزه. الكيلو ناخذوا عليه 4 بيضات، 4 عظمات اذا كان العظم كبير، والا اذا العظم متوسط ولا صغير ناخذوا 5 عظمات. ناخذوا عليه ما بين 200 جرام حتى 300 جرام سكر، حسب الذوق. اللي يحب حلو برشا يعمل 300 جرام، واللي يحب ناقص سكر ينجم يكتفي ب 200 جرام سكر. انا الحقيقه على 2 كيلو خذيت 500 جرام، معناتها الكيلو خذيت عليه 250 جرام سكر. ناخذوا عليه 2 سكر فاني، ناخذوا 2 خميرة حلويات، وناخذوا على 2 كيلو ما يقارب 50 مليلتر الى 80 مليلتر عطرشيه. وخذينا 100 جرام جلجلان حمرتها صافيه محمره، وخذيت 200 جرام 150 جرام لوز و50 جرام بوفليوه. كما تشوفوا صفيتهم وحمرتهم وهروشتهم، خليتهم مهروشين باش يبداو كروكون وسط البشكوتو. هذم هما المكونات، كما تشوفوا مكونات سهلين برشا. وتوا باش نبداو الوصفه نتاعنا. كما تشوفوا حطينا العظم، فقسنا كعبات العظم. انا ما تنساوش عصره القارص اللي ديما نقول لكم عليها في الكيك، في البسكويت، في الطاجين، في اي حاجه. انا ديما نعصر عصره قارص على العظم باش نحينا اكزفوريه. حطينا كما شفتوا عصرنا عصره قارص. توا باش نحطوا 4 ساشيات سكر فاني، خاطر انا مقادير نتاع كما قلت لكم 2 كيلو. نحطوهم، تنجموا تخدموا كل شيء باليد ولا بالركاده. انا باش ناخذ الركاده اليدويه. توا باش نركضوا هيك السكر، وباش نضيفوا كميه السكر الاخرى اللي قلت لكم. انا الكيلو حطيت عليه 250 جرام سكر، نقصوا من السكر. ما حبيتش نحط كميه، ما حبيتش نحط 300. انتم لكم الاختيار، تحطوا ما بين 200 و 300 جرام سكر باش نقعدوا نركضوهم لين السكر يتحل مع العظم. توا باش نبداو بعد ما خلطنا بالباهي السكر والعظم، نبداو نزيدوا السوائل كما قلت لكم. العطرشيه انا نحط كميه من العطرشيه، كاس تاي عطرشيه، ما نعرفش 50 مليلتر ولا 60 ولا، المهم العطرشيه تعطي نكهه هايله. ديما نضيفوا المكونات ونخلطوا. توا باش نضيف كميه الزيت، نضيفوا بشويه ونحركوا. انتوكا السوائل كلها نخلطوها مع بعضها، هما لولاني نقعدوا كل مره نزيدوا ونخلطوا لين نضيفوها الكميه كامله. نقعدوا نحركوا. وتوا باش نزيد الفاكهه، باش تكون الفاكهه عامه هوموجين. نحطها هي اول حاجه من النواشف اللي نضيفوها ونحركوا. حطيت كميه باهيه، شخشخناها بالفاكهه. الجلجلان راهو ما عندوش فاكهه الاخرى يكتفي بالجلجلان. تبارك الله الجلجلان يعطي نكهه طياره، نكهه بنينه على الاخر للبشكوتو العيد نتاعنا. اللي ما عندوش دونك لوز ولا بوفريوه راهو اختياري، تنجموا تكتفيوا بالجلجلان. توا بعد ما خلطنا كل شيء باش نغربلوا الفرينه ديجا مغربله انا وحطيتها، اما باش ناخذوا خميره حلويات ونغربلوها. انا باش نعمل كل كيلو عليه 2 ساشيات خميره، على خاطر سخونه الدنيا شويه، سينو تنجموا تعملوا 3. نغربلوا خميره الجاتو كما قلت لكم. نجموا تحطوا 2 ساشيات ولا 3.
تجينا هشوشه على الاخر كي نحطوا لها الخميره بالكدا، نغربلوها الخميره باش ما تقعدلناش مكعبره. نخلطوا هذوما كيف العاده بالفوايه اللي باليد. ومقعد كان نزيدوا الفرينه باش نزيدوها بشويه بشويه. فما فرينه تشرب وفرينه لا، نجموا نحطوا الكميه كامله كيف ما نجموا نخليو منها، كيما نجموا زاده نستحقوا باش نزيدوا كميه اخرى. توا باش نبداو نضيفوا ونركزوا بشويه بشويه لين تتلم لنا العجينه ونرجع. كملنا لمينا العجينه وحطيناها ترتاح. شفتوا كيفاش العجينه تبدا طريه، مشكل تبدا يابسه وتبداو نتوما بالسيف تحطوا فيها في الماكينه. تبدا اخزروا لها، تبدا عجينه طريه محلاها. شفتوا الفاكهه باينه فيها، التكستور نتاعها يهبل. توا باش نبداو نشكلوا. ركبنا الماكينه العربي نتاعنا هذيا وعملنا القمع هذا، وخذينا طبق دهناه بالزيت بالباهي باش البسكويت نتاعنا ما يلصقش. توا باش نحطوا العجينه في الماكينه، واحد يدور الماكينه والاخر يقص كعيبات البسكوتو نتاعنا. كما تشوفوا ساهل في ساعه بالماكينه، في ساعه نخرجوا. انا معناتها نخرجوا هكا بودان، وناخذ انا خذيت هذه الساشي تاع الكريم شانتيه نكيل بها. نحبهم كعيبات مش صغيرين على الاخر، كعيبات يبداو متوسطين في الكبر. نهزوا الكعيبه نتاعنا نثنيوها هكا شويه، نحبها انا هكا مثنيه، تنجموا تحطوها زاده مستويه. والطبق هذا اللي دهناه بالزيت نحطوا فيه كعيبات البسكوتو نتاعنا. كما تشوفوا البسكوتو كملنا شكلناه الكل. توا باش نهزو نطيبوه على 180 درجه، ومن بعد نرجعوا نشوفوا بسكوتو العيد التونسي كيف جانا. لاني معناتها ماذا بكم كي تطيبوه يبدا دوري، واللي يحب يهزوا للكوشه يطيبوا لبرا ولا يطيبوا عنده في الفور، انتم لكم الاختيار في ذلك. نرجع لكم بعد ما يطيب البسكوتو نتاعنا. هذا البسكوتو نتاعنا بعد ما طيبناه ما شاء الله اللون نتاعو محلاه والريحه فاوحه. جانا بسكوتو ياسر بنين. وفي الاخر نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام حيين بخير، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله. بسلامه.